تقول صاحبة القصة: بيوم من أيام الشتوية قررت عائلتنا الكريمة أن نروح ونكشت في البر ونخيم فيه ليلتين كذا. توكلنا على الله ومشينا، وكنا 3 سيارات: سيارة تشيل الرجال وكبار السن، وسيارة تشيل الحريم وبزارينهم، وسيارة للبنات والشباب. مسكنا الخط ومشينا، تقريبا مشينا حوالي 3 ساعات، ووصلنا للأرض اللي يحبها قلبكم والجو الجميل الممتع. نزلنا من السيارات وكذا انتشرنا في البر، قطيع من الغزلان وقطيع من الحمير. المهم، ومحدثتكم أو خلينا نقول صاحبة القصة لابسة فستان ومستشور الشعر اللي يوصل لين ركبتي من طوله، والجسم لا أحكي لكم خيزرانة. المهم نزلنا عفوشنا وسوينا الخيمة حقتنا، فلينا أمها وانبسطنا يومين. ولما جينا خلاص نبغى نرجع بيوتنا تقريبا على العصرية، وقتها كنت واصلة معايا أبغى دورة المياه، وأشوف العائلة قاعدة تجمع أغراضها، وأنا قلت مستحيل أقدر أتحمل لين البيت. قلت خلاص بروح بعيد عنهم وأخلص أغراضي وبعدين أرجع، ما راح أقول لحد. طبعا أنا ما قلت لحد عشان ما حد يطالع فيني، إيش فيكم عيب يا جماعة. المهم رحت دورت لي موقع كويس، خلصت كل حاجة، ويوم جيت أبغى أرجع إلا المصيبة اللي فوق راسي، ما لقيت أحد، مشوا خلوني. وقتها قعدت أبكي. الهرجة كمان مو هنا يا جماعة، الهرجة إن عبايتي كانت على الفرشة، الظاهر إنهم قشوها ودخلوها السيارة، يعني لا عباية ولا واحدة لثنتين ولا جوال ولا شيء. ربي كما خلقتني. قلت مالي اللي أمشي جنب الطريق العام، يمكن ألاقي سيارة أو أحد ينقذني من اللي أنا فيه، ولازم أستعجل لأن خلاص الشمس بتغيب. طبعا أمشي وذابحني البرد، وعيوني حمرة من الدموع، ووجهي تجمد من البرد، لو مسكت خدي كذا انكسر. خلاص وقتها استسلمت، تربعت مكاني، خلاص ما في أي حل. شوية إلا ألمح جمال وكأني شفت في شبة نار. لا تنسون تشتركون في قناتي على اليوتيوب رون، وحسابي في التيك توك رون _9090. نكمل. قلت بس جاء الفرج، وأقوم وأركض ركض، وتخبيت ورا الخيمة أبغى أشوف من فيها قبل ما أدخلها وأدرعم. وقمت أشوف كذا من فتحات الخيمة، أبغى أشوف في حريم ما في حريم. يا ربي أطالع، والله الخيمة فاضية ما فيها ابن أمه. يوم أنا كذا قاعدة أتلفت إلا بندقية كذا من عند راسي ويقول: إنس ولا جن؟ والله ما لومه يا جماعة، لا عباية ولا واحدة لثنتين ورا الخيمة. وقتها جلست أتنافض، قلت والله ما أدري من الجن أنا ولا أنت. قلت لا إنس وخر الشي هذا من عند راسي، وخره. قال قومي قدامي، وقوم أرفع راسي أطالع فيه. والله يا جماعة واحد مز، شو بدكن أحكي؟ لا أحكي، طول وعرض ووجه جميل وجسم رياضي بحت. قلت له: أنت آدمي؟ خقيت. قال لي: وأنتي من أنتي؟ وش جابك هنا؟ وفين أهلك؟ ورجع ذكرني باللي أنا فيه. جلست أبكي، حالتي حالة. قلت له: تكفى يا أخويا ساعدني. قال: ابشر خلاص ادخلي الخيمة وعليك الأمان. دخلت وعطاني الفروة تبعه عشان أتغطى فيها، جاب لي أكل وجلست علمت السالفة كلها. قال: شوفي الحين ما يمدينا ندور أهلك، إذا أصبحنا رحنا، وتراني حالف ما أتركك إلا وأنت في حضن أبوك. وجاب لي بطانية ومخدة وقال: نامي عليك الأمان. وأنا بنام برا الخيمة. ويوم طلع قمت أنا زبطت فراشي وحطيت تحته بمركة ومخدة كذا، وغطيتهم بالبطانية على أساس إنها أنا. وأنا رحت خبيت ورا زولية موجودة في الخيمة، وقمت أراقب كذا، خايفة على نفسها الحورية، خايفة، كنت مرة خايفة. طبعا ما يمديني أنام، خايفة ما فيني نوم، أو بالأصح النوم طار من عيوني. لكن بعد وقت والله ما قدرت، نمت مكاني وصحيت على صوت أذان. إلا ما شاء الله هو جالس يأذن وصوته كان جميل. قمت نقست من مكاني وأضبط فراشي وأرتبه وأروح أرجع للزاوية حقتي وأجلس فيها. هو جاء كان يبغى يصحيني عشان أصلي الفجر، لقاني إني صاحية، قال: قومي صلي وادعي ربك عشان ربي يفرجها عليك. جاب لي موية، توضيت وخلصت، وبعدين جاب لي أكل. خلصنا وركبنا سيارته، قال: اركبي قدام عشان إذا شفتي سيارة أهلك تقولي لي عنها، أكيد إنهم فقدوك وبيرجعون يدورونك. وأنا أركب فروتي وعمامتي، اللي يشوفني يقول ذي جاية تهريب. مسكنا الخط بالسيارة وجالسين نمشي، وكل شوية يقول لي: ادعي إن شاء الله بتلقينهم. وقمت أدعي، وبيني وبينكم ما كنت أدعي بس إني ألقى أهلي، كنت أدعي إن الملاك اللي جنبي يكون من نصيبي. وصلنا لنقطة تفتيش، وقف السيارة على جنب ونزل يكلم الشرطة. تجمعوا حوله 4 رجال وقالوا: خلاص نزلها هنا وإحنا اللي بنوصلها لأهلها، وانت مشكور وتوكل على الله. قال: أبد، ما أتركها إلا هي في حضن أهلها، وهي بتركب معايا في السيارة وما بتنزل من سيارتي. تبغون تساعدوني وتبلغون أهلها، أهلا وسهلا، ولا خلوني أنا بتصرف. وأنا أتسمع وكذا عيوني دموع، حسيت كذا الموقف فيه يعني. المهم هو ركب السيارة ومشت قدامنا سيارة الشرطة، ومشينا لين وصلنا أقرب مركز شرطة وبلغوا. طبعا جاء قال لي: خلاص أبوكي في الطريق، وصلتي بالسلامة. طبعا عيوني أمتلت دموع، مو عشان بقابل أهلي، لا، عشان بفارق الوجه الملائكي. قلت له: مشكور، وجميلك هذا ما راح أنساه أبدا. وأول ما جاء أبوي تعلقت فيه، جلست أحضن وجالسة أبكي.
وأبوي يهمس في إذني: من هذا الرجال؟ قولي لي سوالك شيء. قلت: أبد والله ما لمسني. وفعلا ما لمسني الرجال، شهم ما شاء الله. راح لأبويا وتشكر منه وحلف إلا يتعشى عندنا، وفعلا جاء معانا وقلبي دق. طبعا ذبح له أبويا ونادى عمامي وخوالي، وأنا رحت تكيت مع أمي وقلبي متعلق في الرجال. أمي تسألني: إيش صار فيك؟ وين كنتي؟ أحد أذاك؟ وأنا مو حال أمي جالسة أبكي. طبعا تحسبني أمي أبكي من الفرحة عشان رجعت، ما تدري إني عشان بفارق. وبعد العشاء قال أبويا للرجال المزيون: قال اسمع وأنا عمك، أنت حافظت على بنتي وكأنها أختك وما غدرت فيها، وقدام كل اللي في المجلس ترى بنتي لك من غير لا مهر ولا زواج، إذا كنت أبغاها طبعا. قال المزيون: تسلم يا عم، أتشرف فيك وفي بنتك. وأنا أقوم أنقز وأصرخ وأحضن أخواتي وأمي لما علمني أخويا. أمي تقول: إيش بك بنت انهبلتي أنتي؟ أنا أقول لها: أمي والله ما شفت المزيون اللي شفته أنا. بعدها بأسبوع ملكنا واحتفلنا، ويوم جلست معاه قال لي: ترى من يوم ما شفتك في هذيك الليلة وأنا ناوي أخطبك. ولا الزين هذا وين بلقى مثله؟ وأنا أستحي وعيوني تقلب قلوب. شوية اللي يجيني هذاك الكف اللي خلاني أصحى. أيوة أخواني وأخواتي، كل ده حلم، ما في ولا شيء حقيقي. واللي صفقني أخوي الصغير، كان يبغاني أطلع له أقلامه من فوق الدولاب. الله لا يعيدها. طيب والحلم والعرس والرجال؟ أنا صاحية من الحلم ووجهي أصفر. قمت من سريري وصكيت أخوي الصغير كف، خليته ينسى الأقلام، وأقوم أروح لمرايتي أبغى أشوف الشعر اللي لين الركبة، لقيته حتى ما وصل نص ظهري، والجسم اللي كان عود خزران طبعا لا حكيكم، كيس تراب طلع في النهاية. تفلت على المراية ورحت المطبخ، لعنت إبليس، فكيت الثلاجة لقيت علبة نوتيلا، قمت أكل فيها، وبعدين ذكرت إني مسوية دايت وندمت، ورجعت أخذت دونات بلا رجيم بلا كلام فاضي، دوبي طالعة من صدمة عاطفية. وهذه سالفتي، انتهت القصة.